في أول تعليق كابتن محمد أبو تريكة وتصريحاته بعد مباراة الأهلي وبرشلونة التاريخية والهزيمة هزيمة الأهلي من برشلونة 2-1 في كأس خوان جامبر، حيث أبو تريكة كان له تصريح مهم جدا جدا بعد المباراة. ولكن من كل أهلاوي أتمنى تعمل لايك وتعمل شير لتصريحات أبو تريكة وتعليقه الهام على مباراة الأهلي وبرشلونة، حيث قال تريكة: ده ماتش نبني عليه، ما نهدش. تشوف عيوبك علشان تعالجها، مش علشان تصدر لنفسك أزمات. الماتشات دي بتلعبها علشان تتعلم منها وعلشان تستفيد من احتكاك فني بالمستوى ده واقع. انت بتلعب في أعلى مستوى تنافسي، وما تقولش برشلونة في أول الموسم انت ما عندكش نفس جودة لعيبة برشلونة. انت مش داخل الماتش وانت بتعمل إعداد مدرب مع فريق من 3 سنين، لا، ده أول موسم ليه ومع فريق فيه تغييرات كتير على مستوى اللاعبين. كومو الإيطالي خسر في نفس البطولة السنة اللي فاتت 5-0، وقبلها توتنهام خسر 4-2، وقبلها أوتام المكسيكي خسر 6-0، وقبلها اليوفنتوس بتاريخه خسر 3-0. النتيجة مش وحشة والسلبيات تقدر تعالجها، والمستويات دي مش هي اللي هتقابلها في الدوري أو في أفريقيا. الحدث نفسه مكسب، واللعب مع الليفل ده في افتتاح الموسم مكسب، وإن الأهلي يتحط في البرواز ده والحتة دي ده أكبر مكسب. وعن هدف أحمد سيد زيزو في مرمى برشلونة، حيث أبو تريكة قال تصريح مهم جدا جدا، حيث قال: الجول بتاع زيزو حلو من امتصاص الكرة والفينش بالقدم الضعيفة، لكن عجبني منصف بقرار في استغلاله لغلطة كوندي، والاسيست في إدراج سريع للسياق وسرعة بديهة في الموقف. بقرار في العموم مقدم دقائق مبشرة عكس بن جديدة. أنا عارف إن محدش بيقيم من المباريات دي، بس ممكن تاخد لمحات منها تعرفك أكتر على اللعيبة دي. فشخصيا أنا متحمس أشوف بقرار ده أكتر في الدوري في الموسم الحالي. وأضاف أيضا محمد أبو تريكة: الحسين عموتة أمام اختبار كبير. بالنسبة للحسين عموتة المباراة كانت بمثابة اختبار حقيقي لأفكاره الفنية. الأهلي واجه فريق بيمتلك جودة كبيرة في الاستحواذ والتحرك والضغط، ولذلك كان مطلوب من لاعبي الأهلي أن يكونوا في أعلى درجات التركيز طوال المباراة. ورغم استقبال هدفين، فإن قدرة الأهلي على التسجيل هدف وتقليص الفارق والحفاظ على المنافسة حتى النهاية تؤكد أن الفريق لم يدخل المواجهة مستسلما أمام اسم برشلونة. والأهم بالنسبة للجهاز الفني أن المباراة كشفت العديد من النقاط التي تحتاج إلى تطوير قبل انطلاق الموسم الرسمي، سواء في التعامل مع الضغط والخروج بالكرة أو استغلال الفرص أو التنظيم الدفاعي. والأهلي رغم الخسارة لم يخرج من المباراة خاسرا بكل شيء، بالعكس الفريق حصل على تجربة لا تقدر بثمن، واللاعبون اكتسبوا خبرة كبيرة من الاحتكاك بمستوى عالمي. الأهلي الآن أمام مرحلة أهم، هي تحويل الخبرة التي اكتسبها من مواجهة برشلونة إلى قوة في المباريات الرسمية في بطولة الدوري. المباراة انتهت والكأس ذهبت لبرشلونة، ولكن تجربة اللعب أمام فريق بحجم برشلونة يمكن أن تكون بداية مهمة جدا لبناء الأهلي الجديد مع الحسين عموتة. وعن هدف حمزة عبد الكريم اليوم في النادي الأهلي، حيث قال أبو تريكة تصريح مهم جدا جدا: بسم الله ما شاء الله، قل أعوذ برب الفلق. 6 شهور في برشلونة وبقى عنده فهم لكيفية التحرك بدون كرة ومهاجمة المساحة والاستباق لها والربط مع زمايله. 6 شهور
تطور بدنيا بشكل ملحوظ وبقى أكتر صلابة، وزادت كتلته العضلية، وكمان ارتقائه بقى أقوى، وانقضاضه على الكرة بقى أكتر توحش. الولد في ظرف سنتين هيبقى حاجة تانية. أنا مش مستغرب إن جمهور برشلونة الأجانب بيقولوا عليه شبيه هالاند. لا، بإذن الله يكسر الدنيا، ربنا يحفظه ويحميك يا حمزة، بالتوفيق في القادم.